السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينفع يعدي الشتاء من غير ما نشرب سحلب؟ طب لو نزلتي أي كافيه هتطلبي حاجة غير السحلب؟ طبعا لا. طب ليه بيعجبنا طعمه قوي كده في الكافيهات أو حتى الجاهز واحنا عارفين ان هو كله عبارة عن مكسبات طعم وريحة؟ تعالي نعمله في البيت ومش هيكلفنا أي حاجة. كمان هقولك على مكون خطير بيستعملوه في الكافيهات عشان يدونا الطعم والريحة اللي احنا بننزل مخصوص عشان نشربه برا. تعالي الأول نعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتيش، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط معلقة كريم شانتيه، أيوة معلقة كريم شانتيه ما تستغربيش، وهنحط لبن بودر معلقة أو معلقتين، وعليهم معلقتين نشا. بعد كده بنحتاج معلقتين دقيق رز، وده ممكن تشتريه جاهز او تعملي زي ما انا عملت دلوقتي. غسلت رز من بالليل وسبته ينشف لحد الصبح وفرمته كويس قوي قوي في الكبة. ما تزهقيش طول ما انت رايحه جايه في المطبخ تفرميه. بعدها بتروحي جايبه الرز اللي انت فرمتيه وتنخليه مرتين 3 عشان تاخدي منه الرز الدقيق اللي ينزل منه الناعم قوي ده، والخشن ده تركنيه على جنب. ممكن نعمل بيه مهلبية او نعمل بيه اي حاجة تانية. معلقتين كفاية او ممكن كمان معلقة ونص، بس لو انتي بتحبي السحلب خفيف يعني النشا بيكون قد الرز. ولو تلاحظي معايا ان كل المكونات دي طبيعية مفيش فيها اي مواد حافظة، وده معناه ان لو احنا في الصيف لازم نشيل السحلب في التلاجة، لكن لو في الشتاء ممكن نسيبه على الرخامة. بعد كده هنبدأ نيجي للمكسرات اللي احنا ممكن نضيفها هنا. وانا ما بحبش ان انا اضيف المكسرات دلوقتي، بحب اخليها لوحدها في كيس لوحدها واضيفها بعد وقت الاستعمال بالظبط. لكن الجوز الهند والسمسم ده اساسي، ما بيحصل لهمش حاجة حتى لو قعد البطرمان ده او الكمية اللي انا عاملاها فترة طويلة. فبنحط سمسم دلوقتي وجوز هند. بعد كده بقى ده المكون السحري اللي بيديكي الريحة الرهيبة، صوبيا. هنحط معلقة صغيرة صوبيا في الخليط بتاعنا. لو مش عندك ممكن نحط كيسين فانيليا، يعني يا اما نحط نص معلقة صوبيا اللي هي معلقة صغيرة يعني، يا اما كيسين فانيليا، وده بيدي ريحة حلوة قوي. بعد كده بقى خلاص حطيناهم في برطمان نضيف ويكون معقماه كويس ومنضفاه مفيش فيه اي نقطة مية. المكسرات زي ما قلت لك بيفضل انها بتكون في برطمان لوحدها او في كيس تاني لوحدها. اي بقى مكسرات عندك بتبقى مجروشه يعني مكسره نص تكسير كده، وبنحط عليهم برضو سمسم وجوز هند ونخلطهم كويس كده مع بعض ونحطهم في برطمان تاني او في مكان تاني. اما بتيجي بقى تعملي السحلب بتاخدي معلقتين من الخليط ده لكل كوبايه لبن، وممكن تعملي نص لبن ونص ميه لان احنا اوريدي حاطين لبن بودر في المكونات. يعني ممكن تعمليه بلبن بس وممكن تعمليه بلبن وميه. وبعدين تاخدي معلقه من المكسرات بتحطيها فوق السحلب. وما تنسيش بقى اللايك والاشتراك، والف هنا على قلبكم.